شوف، ترى أحيانا العاقل هو من يسكت حينما يعلى الصخب. الله. الحكيم ابني شبابنا، الحكيم هو اللي يشوف إذا ارتفعت الأصوات وسيطر على الجو مناخ الصخب، يكتفي بالصمت، وخلف الصمت توجد كلمات كثيرة. رب صامت قد نطق بصمته 1000 كلمة، ورب متكلم قد أضاع بكلامه 1000 معنى ومعنى. نصيحتي إلك إذا تتقبل نصيحتي دائما، من تشوف الصوت بدأ يعلى، أعرف إنه المقابل بدأ يفرغ، والمجتمع الصاخب دوم فارغ. لكن المجتمع الذي يتسم بالعقلائية والقول المعروف هو مجتمع دوم مليء. كلما كثر الفكر وكلما كثر النضج قل الكلام. كلما فرغ الإنسان ارتفع صخبه. والقرار إلك. نصيحتي إلك، أبد لا ترد على الصراخ بالصراخ. لا لا، هذا مو منهج أبو الحسن علي عليه السلام. علي بن أبي طالب أمام هذا الصراخ اللي صدر من الناكثين والقاسطين والمارقين لم يرد على الصراخ بالصراخ، وإنما قارع بالحجة وقارع بالدليل وقارع بالبرهان. تقدر ترجع إلى المصادر التاريخية وتتأكد بنفسك. أرشد الشباب إلى كتاب وقع الصفين لابن مزاحم. شوف علي بن أبي طالب كيف تصرف مع القوم، وكيف بين لهم بالدليل والبرهان ضلالهم، وشاف إنه اللي ما يجي بالدليل فالسيف عندها يقومه.